السلام عليكم، واهلا بيكم في فيديو جديد وتحدي جديد. هل تفتكروا ان احنا ممكن نشتري طلبات الاسبوع في المانيا ب 20 يورو بس؟ لا، 20 قليله، خلينا نقول 30. هل نقدر نشتري طلبات الاسبوع في المانيا ب 30 يورو بس؟ خلونا نشوف. وطبعا 30 يورو ديت لو اي حد في المانيا يقول لي انت مجنون، مستحيل تجيب ب 30 يورو طلبات الاسبوع كلها. ولكن ممكن اكون بغش شويه لان لا هجيب لا لحوم ولا فراخ، وطبعا دي من اكبر الحاجات اللي بتاخد مبلغ في طلبات الاسبوع في المانيا او في اي حته يعني بشكل عام. هنحاول ان شاء الله نجيب طلبات الاسبوع كلها ب 30 يورو، مش عايزين نعدي 30 يورو. وطبعا الشرط الثاني ان احنا ان شاء الله ما نجيبش اي منتج مقاطعه، اذا المنتج ملوش بديل فعادي مش لازم نجيبه. بس دلوقتي انا رايح على السوبر ماركت، وده المنظر اللي حواليا. النهارده يوم السبت، فهو يعتبر اليوم الاخير اللي الاسواق بتبقى مفتوحه فيه. الاحد كل الاسواق بتكون مقفوله، وده معناه حاجتين مش حلوين. مبدئيا ان السوق بيكون زحمه من الناس اللي زي كده اللي بيجوا يتسوقوا في اخر يوم في الاسبوع، وتاني حاجه ده معناه ان برضه هنلاقي معظم المنتجات خلصانه، لان مفيش منتجات جديده بتيجي يوم السبت. بيحاولوا يخلصوا منتجات الاسبوع كله بحيث ان يجددوا ان شاء الله مع يوم الاثنين مع بدايه الاسبوع الجديد. انا حاسس اصلا الموضوع هيكون سهل ان الواحد ما يعديش 30 يورو، لان مش هنلاقي منتجات اصلا موجوده في السوق. معظم الناس النهارده بما انها اجازه بيكونوا في وسط البلد. وسط البلد بقى المطاعم والمولات والمحلات والكلام ده كله، فعشان كده المكان اللي انا فيه هادي جدا كده ما فيهوش ناس. وبرضه يوم السبت دوت بالليل بيكون اسوأ وقت الواحد ممكن يتمشى فيه، لان بتكون الشوارع مليانه ناس سكرانه وقرف. فبرضه ده من اسباب ان يوم السبت ما بحبش اروح وسط البلد، ما بروحش غير لما يكون الموضوع اجباري لازم اروح، لان ما بحبش الزحمه اصلا والزيطه. بس طبعا لو احتجت ان انا اجيب حاجات حلال بضطر ان انا اروح وسط البلد. مفيش محلات عربي او محلات تركي جنب البيت عندي. وبس كده، خلينا اشوفكم في السوق. زي ما انتم شايفين كده الساحه من بره يعتبر مش زحمه قوي، زحمه معقوله بالنسبه ليوم سبت. تقريبا الناس خلصت التسوق. اليوم النهارده كان مطره، فممكن برضو الناس كسلوا يتحركوا الصبح، كانوا مستنيين المطره تخلص زي دلوقتي، وممكن الناس تبدا تيجي. وزي ما انتم شايفين دلوقتي دخلنا السوق، وهنبدا الاول بجزء الفواكه والسلطه. الفواكه والسلطه الواحد عايز يجيبها. في هنا رمان، ممكن نجيب رمان عشان حلو، رمان اسباني. خلوا بالكم برضو ان ساعات بيجيبوا منتجات من اللي ما يتسموا من الصهاينه، بيبقى مكتوب عليها مثلا الطماطم، تقريبا الطماطم والبطاطس قبل كده اتعرف انها جايه من عند الصهاينه. الكيلو بيورو، مش عارف دول يعملوا كام، بس جبت 3 حبات. ايه تاني ممكن الواحد يجيبه؟ برقوق ظريف، البرقوق بيورو 70 سنت، فنجيب برقوق. الواحد عايز يجيب بطاطس، ممكن نجيب بطاطس. الفكرة بفكر اجيب بطاطس مجمدة ولا بطاطس الواحد يقشرها. المشكلة ما بحبش المجمدة، طعمها بيبقى وحش. هنجيب بطاطس زي ما هي جامدة كده والواحد يقشرها في البيت احسن. ايه تاني الواحد ممكن يجيب؟ ايه تاني؟ في مخبوزات بتاعت اليوم. احنا عايزين نجيب حاجة تكفي معانا تقعد معانا باقي الأسبوع. البطاطس صحيح العبوة اللي احنا جبناها بحوالي 2 يورو، العبوة اللي احنا جبناها ديت ب2 يورو. نيجي دلوقتي هنا نجيب عيش توست بحوالي 70 سنت، عيش توست. احنا كده تقريبا وصلنا لحد 7 يورو. نشوف ايه تاني ممكن الواحد يجيبه. في هنا في التلاجة جبنة بتتحط في الفرن، ممكن تتاكل مع البطاطس والحاجات دي تبقى طعمها حلو. ممكن نجيب علبة منها. في حاجات كانت تسلية كده الواحد بيرفه فيها عن نفسه بيورو، فجبنا واحدة. لسه في حاجات تانية عايزين نجيبها. في كمان هنا شامبو. والفكرة ان معظم ادوات اللي هي حاجات تنظيف الصابون والكلام ده معظم الشركات بتاعها مقاطعة اصلا، فاتأكد بس ان شاوما دوت مش تبع المقاطعة. الواحد عشان يتأكد الموضوع بسيط، الواحد بيدخل على جوجل يكتب اسم الشركة ويكتب جنبيها بايكوت انه هل مقاطعة ولا لا، فبتطلع بعدين صفحة بالحاجات زي ما انتم شايفين كده المنتجات المقاطعة، ولو الاسم موجود على الصفحة هيظهر قدامنا على طول، ولكن الحمد لله مش موجود على صفحة المقاطعة، فاحنا لحد دلوقتي في السليم. الواحد كان عايز يجيب موز، فنجيب موز. حلو، جبنا موز بيورو، او الكيلو منه بيورو، مش عارف دي كام، هنشوف في الاخر. يعني دي مشكلة ان الواحد يجي يوم السبت معظم المنتجات زي الخضار والفاكهة معظمها خلصان وبيبقى منهم المضروب بالنار، ف دي مشكلة الواحد يجي يوم السبت. الشامبو دوت ب2 يورو، دي برضو حاجة نحطها في الحسبان. ومش عارف احنا وصلنا لكام، بطلت اعد. تقريبا وصلنا كده ل 11 يورو، فاحنا برضو لسه في السليم، ولكن تقريبا احنا لسه ما جبناش حاجة. في بودنج كده بيكون ظريف، ده كمان بيبقى فيه بروتين كويس، بينفع كده الصبح لما الواحد يكون لسه صاحي من النوم ومكسل يعمل حاجة وراح الشغل، فالحاجات دي بتفيد. المنتج ده بكام؟
بيورو. الواحد برضو كان عايز يجيب بيض، نسيت اجيب بيض. أنا مش عارف هل البيض خلص علشان كده مشفتهوش ولا ما خدتش بالي منه، لكن زي ما انتم شايفين البيض العادي خلصان في العلبة دي. بس ده مش بيض طبيعي، ده بيض ملون، ملناش دعوة بالعبط ده. برضه للأسف علشان واحد جاي يوم السبت البيض خلصان. مش قلت لكم التحدي سهل؟ لحد دلوقتي ما جبناش حاجة تنفع إن الواحد يقول إنه اشترى، لا غدا ولا فطار. جايب لحد دلوقتي بطاطس، جبنة، عيش، وشوية فاكهة. ده لحد دلوقتي جبناه، والشامبو برضه. ولكن احنا لحد دلوقتي كده بنهزر. نجيب جبنة، الجبنة بتنفع في الفطار برضه والعشاء. في هنا نوع جبنة ظريف، وبرضه متأكد إن الشركة مش مقاطعة، بجيب على طول من النوع دوت. هي عبارة عن جبنة وعليها شوية أعشاب، إيه الأعشاب معرفش، ولكن تقريبا بقدونس وحاجات زي كده بتبقى موجودة على الجبنة، طعمها بيكون حلو. في عندنا تاني، في هنا علبة تونة أو 3000 تونة صغيرين، صعب برضه الموضوع ده بيكون ظريف، بيفيد الواحد برضه لما يكون جاي من الشغل تعبان مش عايز يطبخ كتير، فبتنفع. دي بيورو 30 سنت، 3000 مع بعض، فحلو. انا لحد دلوقتي بنتسوق بالحاجات اللي هي بتزق معانا اليوم، اللي هو لو يوم انا تعبان مش عايز لا اعمل فطار ولا اتعب نفسي في الغدا، ده اللي احنا جبناه لحد دلوقتي. انا هحتاج ايه تاني؟ انا هحتاج سكر، بس ساعات بيكون الكيس مفرقع، تقريبا ده تمام. ممكن ناخد كيس تاني كمان من هنا. الكيس الواحد ب90 سنت، فهناخد اتنين، يعني بنتكلم تقريبا في 2 يورو. في ايه تاني عندنا؟ عايز نجيب مكرونة، المكرونة عندي خلصت، فدي كده احنا بنتكلم في الكلام الجد اهو. فأخيرا بنجيب حاجة تنفع للغدا فعلا. كيس مكرونة زي كده ب80 سنت، نجيب منه اتنين، يعني بنتكلم تقريبا في يورو 60 سنت. عايزين برضو علبة حليب، هنا في حليب، ده تقريبا سعره بيكون بيورو، فده برضو من شركة جوتسلاند اللي جبنا منها الجبنة، برضو متأكد انها مش مقاطعة علشان كده بجيب منها. بعد كده كمان جبنا حليب، فدي حاجة كويسة. هنا منطقة الشوربة والتوابل وكده، عندي توابل كويسة بجيبها من المحل العربي، فمش محتاج اجيب توابل. ايه ده ما شاء الله، في شركة جديدة قمر، دي تقريبا شركة تركية، بدأوا يجيبوا منتجات حلال هنا، ودي حاجة قليلة جدا انها بتحصل. بدأوا يبيعوا سجق حلال، الموضوع ده يا جماعة ما بيحصلش كتير، انا بجد مبسوط. انا عندي سجق جايبه في البيت من المحل التركي، ولكن حلو ان الواحد يلاقي اخيرا منتجات حلال بدأت تيجي في المحلات الالماني، فبجد دي حاجة ممتازة. طبعا كل دوت هنا منتجات اللحوم، واللي هي في العادي بتكون مش حلال فما ببصش عليها، ولكن زي ما شفتوا في منتج حلال اتضاف في الليستة بتاعت الحاجات اللي مش حلال اللي موجودة كتير هنا جديد. بعدين عندنا الخضار المجمد، مش عايزين خضار مجمد. بعدين في البيتزا المجمدة، مش عايزين بيتزا مجمدة، ولكن ممكن مكان اللحوم والفراخ الواحد كان عايز يجيب جمبري، الواحد بقاله فترة كبيرة ما كانش جمبري، ده جمبري بيكون متبل جاهز وتاريخ صلاحيته لسه بدري عليه. هنجيب علبتين جمبري، العلبة فيهم ب3 يورو 20 سنت، فمش رخيصة، بس الواحد عايز يجيب جمبري. الجمبري بيكون ظريف لما الواحد كده يعمل مكرونة مع شوية جمبري، يا سلام. نيجي دلوقتي للعصاير، عايزين عصير، ده من أحلى منتجات العصاير الواحد بيجيبها، فانر. ممكن نجيب علبتين عصير، الواحد فيهم بيورو 30 سنت، وأنا بدأت أشك إن احنا ممكن نكون عدينا 30 يورو. ده نوع من الشباسي الواحد برضه كان بيجيبه، كنت بجيب النوع ده بتاع شيبس فريش اللي هو فاني فريش، ولكن في فيديو ألماني طلع قبل كده كان بيتكلم إنهم يحطوا منتجات خنزير مش كاتبين عنها، وكاتبين عليه إنه فيجن زي ما انتم شايفين. فكان الفيديو أصلا بيتكلم مش عن الحلال والحرام، كان فيديو ألماني بيتكلم عن إزاي يبقى منتج موجود عليه إنه هو فيجن مفيهوش منتجات لحوم ويحطوا فيه لحوم، كانوا بيقولوا إنه فيه لحوم خنزير. حاولت أدور برضه على الموضوع دوت، ما لقيتش أي مصادر تانية للموضوع ده غير الفيديو اللي موجود بالألماني وبس، ما طلعش تكذيب خبر من الشركة، وفي نفس الوقت مفيش فيديوهات تانية نزلت، فالواحد بيضمن نفسه وما بيجيبش من المنتج ده خالص او من الشركة دي خالص، يعني نخلي بالنا قد ما نقدر. بس تقريبا كده احنا جبنا منتجات الاسبوع، هنروح نحاسب ونشوف احنا صرفنا كام. بس صرفنا 32 يورو و60 سنت، عدينا 30 يورو اللي قلنا عليهم. بس فعدينا الحد بتاعنا، عدينا 30، دفعنا 32
و60 سنت. بس برضو ان جينا للحق، مين هياكل جمبري 3 مرات في الاسبوع؟ كتير جدا الصراحه. ولكن برضو ما عرفناش نجيب كل حاجه، زي مثلا البيض. كرتونه البيض كانت ممكن تكلف تقريبا 3 يورو، ما جبناش كرتون البيض. فمش عارف انا كده كسبت التحدي ولا خسرت، ولكن انا اعتبر نفسي كسبت علشان اكمل اليوم مبسوط. بس بكده نكون خلصنا الفيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يكتب لي في التعليقات تحت الفيديو. ممكن يكلمنا على الانستجرام او على الديسكورد. هسيب لكم اللينك برده في الديسكربشن تحت الفيديو. مش عارف احرك ايدي علشان ماسك الحاجات بايدي التانيه، فايدي مشغوله. اشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.